شفت الفيديو بتاع الهولنديه اللي ضربت الولد اللي كان بيضرب الحمار، فشفت الكومنتس اللي هو انت ازاي سايبها بتعمل فيه كده، انت ازاي مش دافع عن نفسك. فانا كتبت قلت اكيد مش هيضرب ست. ففي كومنتس كانت معايا، وفي ناس عملت لي لايك على الكومنت، وفي ناس شافت انه يعني امال اي سيبها، وفي ناس ما هو ما ضربهاش عشان هو عارف ان حقه مش هيجيله وخاف من اللي هيحصل له. ده انا بالنسبه لي هي همجيه. ماشي، هنقول ان هي اتغاظت من الموقف لما شافته بيضرب وزعلت على الحمار وجريت وراه وضربته، خلاص. بس مش بقى تقعد تجري وراه. الموضوع زاد عن حده في موضوع ان هي بتجري وراه والعيال الصغيره بقت بتجري، واكيد اغلبيتكم شفتوا الفيديو. انا شايفه ان هي غلطانه وهو غلطان. هي ما كانتش لازم تتعامل بنفس الهمجيه بتاعته، هو شخص همجي. كانت ممكن الموضوع يتاخد بوي تاني، وهو بقى مش هيقدر يدافع عن نفسه، لانه الطبيعي انه ما يضربش ست، مش عشان هي اجنبيه. حتى لو هي مش اجنبيه، عربيه مصريه ايا كان، ما ينفعش تضرب ست. كان ممكن تتصل بالبوليس بقى وتعمل لها محضر تعدي ان هي تعدت عليك، وهي بقى تقول انت ضربت الحيوان ومحضر قدام محضر. ومش عشان هي على فكره هولنديه حقك هيروح، هي الفكره ان انت اللي ضيعت حقك بضربك لحيوان، فربنا ردها لك وجت واحده لطشتها. هي الفكره يا جماعه في حاجه، ان ما ينفعش ان راجل يمد ايده على ست. يعني لو مد ايده عليها فهو ذكر وليس رجل، لان الراجل اقوى بكتير من الانثى. فلما يحب يمد ايده، يا يمد ايده على راجل زيه عشان تبقى في مساواه، يا الا لو هي عملت معاه كده في طرق كتير يقدر ياخد حقه. لكن الناس اللي مع انه يضربها دي، بصراحه انتم ذكور ولستم رجال.